السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفين بقى عربيات الجمبري اللي بتبقى موجودة في الشارع وبتعمل الجمبري المقرمش الكريسبي الخطير اللي بتبقى ريحته جايبة لآخر الشارع؟ تعالى اقول لحضراتكم ازاي بيعملوه، وتعالوا كمان نعمل مع بعض الجمبري بيبقى احلى من اللي بتاكليه بره، بطعم وريحة ونظافة وجودة اعلى كمان. يلا بقى نشوف السندوتشات الخطيرة دي اتعملت ازاي. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. هنا بقى معانا كيلو من الجمبري، انا غسلته ونضفته كويس. الجمبري هنا ما كانش كبير، احنا قلنا هنعمل زي عربيات الشارع هما بيعملوا بالجمبري الصغير ده. حطيته في مصفى وسيبته يتصفى. جبت كبتي، جبت بقى راس من التوم، او يعني ايه راس من التوم، يعني ايه يا رود، يعني مثلا 6 7 فصوص توم كده محترمين. ونزلت هنا بفلفل سبايسي، ممكن حضرتك كمان تستغني عن السبايسي وتضيفي رومي، بس السبايسي كده بيبقى مشطشط وبيدي طعم كمان للجمبري. هنا بقى الاساسي ملح كمون كزبره ناشفه. طيب الاضافات ايه بقى يا رودي؟ شويه بقى شبت كده، شويه جزر مبشورين مع الدقه، مش عايزه اقول لكم بتعلي التست، يعني بتعلي التست جامد قوي. شويه توم باودر لو متاح، مش متاح خلاص. اهم حاجه توم، فلفل، كمون كزبره. طبعا اهم حاجه الليمون، بعد ما نضرب الكلام كويس ده كله بنضيف ليمونيه كده كبيره محترمه بنعصرها، وننزل بقى بالخلطة الخطيرة دي على الجمبري. طيب احنا بنتبله قد ايه يا رودي؟ 10 دقايق مش اكتر، لحد كده ما نبتدي بقى نعمل سلطة الطحينة الجميلة. نحضر الدقيق بتاعنا، كانوا ال10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وتاخدي بقى احلى جمبري. طيب تعالوا بقى لحد الجمبري ما يتبل نعمل شوية سلطة الطحينة. هنا بقى عندي طحينة خام اي مقدار حضرتك تحبيه، وانزلي بقى بالمية تدريجي. حضرتك هتقعدي بقى تخففيها كده بالويسك وشويه الميه، تقلبي لحد ما تاخدي القوام اللي حضرتك حباه، هو القوام اللي حضرتك شايفاه ده. طيب هنضيف عليها ايه؟ هنضيف عليها رشه من الكزبره الناشفه، رشه من الكمون، رشه من الملح. لو فص توم حضرتك مدقوق، انا بقى بشيل حته صغيره كده من التتبيله وبضيفها، بريح دماغي يعني، اللي هو توم مهروس على فلفل على الايه، على الشبت، على الحاجه اللي احنا كنا ضاربينها مع بعض. هضيفها وهنزل هنا بقى بالزيت زي الخيط، بسيط كده، تبتدي تنزلي بيه لحد ما تاخدي القوام المطلوب اللي حضرتك شايفاه ده. ممكن اضيف علبه زبادي، عادي ممكن تضيفي علبه زبادي، بس انا ما كانش متاح عندي. وكمان سلطه الطحينه للجمبري عادي ممكن ما تضيفيش زبادي خالص، بس لو ضفتي عادي بتبقى كويسه برضه. خلاص كده ركننا الطحينه على جنب. هنبتدي بقى نجيب الدقيق بتاعنا عشان نبهره. هنا انا حطيت معلقتين من النشا، بس الكاميرا ما صورتهمش. النشا كده بتخليه فيه قرمشه، من ضمن التركات دي اول تركايه. معلقتين محترمين مع الدقيق نشا، وهنبتدي بقى نبهره. لو عند حضرتك بودرة زعفران للون مش اكتر، مش متاح خلاص. انا كان عندي رشة بسيطة حطيتها، رشة من الكزبرة، رشة من الكمون، رشة بسيطة من الملح. وهنبتدي بقى تاني تركاية. هنجيب الجمبري، ما تجيبيش حضرتك جمبري كتير، يعني شوية صغيرين. هنبتدي نقلبهم كتير كده، اقعدي كده، بنسميها ان احنا بنعفرها بالدقيق. قلبي كتير 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 في الدقيق، اقعدي بايد حضرتك كده 10 مرات، وانزلي هاتي مصفى. ولازم تصفيه من الدقيق كويس جدا. ليه يا رودي؟ لان الحركه دي بتخليه يقرمش وبيبقى كريسبي كده. حضري الزيت بتاعك، بنسخنه، بنهدي النار، وننزل باول رصه من الجمبري. قلنا لحضرتك ما تكتريش عشان ما يلزقش ويبقى كريسبي معاكي. خلاص كده نبتدي بقى لحد ما يتحمر معاكي وبيبقى اللون اللي حضرتك شايفاه وبيبقى بالقرمشه. نفسي تكونوا سامعين وتكونوا معايا وسامعين القرمشه بتاعته. خلصت الكميه كلها. حضري بقى العيش البلدي بتاعك جميل ده، وهنبتدي بقى نحشي كده السندوتشات. ولا احلى سندوتشات عربيات كمان بطعم وريحه انضف طبعا في البيت. لو عند حضرتك سلطه خضراء ممكن تعملي وتحطيه، لو مش عندك يبقى كفايه سلطه الطحينه. انزلي بقى يا ست الكل كده بمعلقه سلطه الطحينه، وابني السندوتشات زي ما حضرتك عايزه، حاجه ساقعه واحلى سندوتشات واحلى طعم واحلى جو كمان. يلا بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.